سيد. ايوه يا باشا. هو مين اللي هيسكن قدامنا ده واحد سوري واسرته مش بحبهم، مالوا البلد. ظبط لي شعري بقى. ها انت شلون حابب تحلق؟ ايه ده؟ وكمان بقيتوا حلاقين جايين تاخدوا الشغل كله؟ روح امشي وهات لي واحد مصري يحلق لي. كرم عينك يا باشا. عايز اطلب. اهلا وسهلا، شو بتحب تاكل؟ زهقت من السوريين ومن اكلكم، ما ترجعوا بلدكم بقى. شكرا. اوعى تزعل، ده اقليه مش بيمثلنا خالص. نحن ما بنزعل، نحن بنعرف المصريين قديش بحبونا. شو اخبارك زلمه؟ وانت مالك انت؟ ليك شو بيك؟ واكلين اكلنا وشغالين شغلاناتنا، اما ترجعوا بلدكم بقى. يرجعوا ليه؟ ما هم في بلدهم التانية مصر. بلدهم ازاي يعني؟ مصر بلد وبيت لاي حد محتاج لها. ده كفايه اللي احنا عاملين نصرف عليهم من جيوبنا. ناس عايشه وبتشتغل وبتدفع ضرايب، ما تقولش اي كلام. التاريخ هيكتب مصر وشعبها وقفوا جنب اخواتها ازاي. احنا كنا ممكن نبقى مكانهم لولا كرم ربنا، فما ينفعش نتعنصر على حد، لا وبالعكس لازم نتشرف بيهم. اخواتنا اللي جم من سوريا والسودان واليمن، انتوا منورينا ومشرفينا في بلدكم التانية مصر، وافتكروا كرم من عند ربنا، ادخلوا مصر ان شاء الله امنين.